بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي أبناء الصف الرابع الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله بعدين النهارده هنبتدي عن المنهج الجديد بتاعنا، منهج الصف الرابع. منهج الصف الرابع منهج سهل ولذيذ، وإن شاء الله بعدين الموضوع يكون سهل معانا، وإن شاء الله بعدين تستمتع بيه مع الحل معانا، وتلاقي الموضوع بالنسبة لك سهل مفيهوش أي مشكلة. بس مطالب من حضرتك تهتم وتذاكر الدروس أول بأول، وتلاقي الموضوع بالنسبة لك سهل. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول الدعاء بتاعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم الصعب إن شئت سهلا. أول حاجة بالنسبة لنا هنا نتكلم عن حاجة اسمها القيمة المكانية، ولأكمل الجدول حسب القيمة المكانية لكل رقم كما بالمثال. اداك مثال هو ولا جه يحل عليه. تعال بص هنا الرقم بتاعنا، احنا نحاول نقرا رقم. احنا بالنسبة لنا قلنا كل ثلاثة دول مع بعض، الثلاثة دول مع بعض والثلاثة دول مع بعض. أول ثلاثة هندفعنا مع بعض، قلنا اسمهم اسمهم الوحدات. بعد الوحدات هقول ألوف، يعني عندنا دول وحدات، دول ألوف، دول ملايين، ده مليارات. يبقى عندنا وحدات، ألوف، ملايين، مليارات. وحدات، ألوف، ملايين، مليارات. بيفصل ما بينهم كل ثلاثة مع بعض، بيفصل بينهم بكومة، في كومة كده في النص زي الواو كده صغيرة. يعني الرقم ده هنقوله هقول أحب أقراه، هقول 672,384. قول لنا قسم الرقم ده حسب القيمة المكانية. فالأربعة دي موجودة في الآحاد فحطها في الآحاد، الثمانية موجودة في العشرات فحط 8، الثلاثة موجودة في المئات بكتب 3، اللي بعدها الألوف موجود 2 هكتب 2، بعد عشرات الألوف 7 فبكتب العدد 7، بعد كده مئات الألوف اللي هو 6 فبكتب العدد العدد 6. تعال نبص بعدها، هنقسم كل ثلاثة مع بعض، والأخيرة عندها واحد أو عندها 2 مفيش مشكلة. عندي وحدات، ألوف، بعدها ملايين، يبقى 2,312,476. يبقى له 2 بالنسبة لنا. الموجود في الآحاد اللي هو 6، اللي بعدها موجود في العشرات 7، الموجود في المئات 4، أحاد الألوف اللي هي 2، عشرات الألوف 1، مئات الألوف 3، الملايين اللي هي اللي هي 2. تعال نقسم نفس القصة الرقم، أدي 3 أدي 3 أدي 3. طيب يبقى هنا احنا عندنا وحدات، ألوف، ملايين، يبقى 841 مليون 327,517. الموجود في الآحاد الستة، بعدها العشرات 1، المئات 5، أحاد الألوف اللي هو 7، عشرات الألوف اللي هي 2، مئات الألوف اللي هي 3، أحاد الملايين اللي هي 1، عشرات الملايين اللي هي 4، مئات الملايين اللي هي اللي هي 8. بعد كده بص هنا الرقم ده وزعه، وهنبص على حضرتك أكبر رقم عندي ملايين، أبص هنا عليهم أكبر رقم في الملايين. فالملايين هعمل كومتين، أدي عندي كومة وأدي كومة. طيب تعال نبص مع بعض نكتب الرقم الجميل بتاعنا، يلا بسم الله. مين في الآحاد اللي هو 3، مين في العشرات اللي هي 7، مين في المئات اللي هي اللي هي 8، أحاد الألوف اللي هي 5، عشرات الألوف اللي هي 6، مئات الألوف اللي هي 4، أحاد الملايين اللي هي اللي هي 0، عشرات الملايين اللي هي اللي هي 5. نفس الكلام بعدها هنا، يبقى عندي هنا الألوف بعمل كومة واحدة، الملايين كومتين، المليارات 3. أبص هنا عندي في رقم في المليار فبعمل 3 كومات، أنا عندي كومة 2 3. الأحاد هتلاقي الأحاد 9، العشرات 0، المئات 4، أحاد الألوف اللي هي اللي هي 3، عشرات الألوف اللي هي 8، مئات الألوف اللي هي اللي هي 1. اللي بعدها أحاد الملايين اللي هي 5، مئات اللي هي عشرات الملايين اللي هي 7، مئات الملايين اللي هي اللي هي 6، بعد كده مليار. بص هنا أكبر رقم في الملايين فأعمل كم كومة؟ قلنا هعمل كومتين، أدي واحدة أدي 2. من في الآحاد أدي 7، العشرات أدي 5، المئات أدي 6. أخش على الألوف، أول رقم في الآحاد اللي هو 4 أحاد الألوف، عشرات الألوف 2، مئات الألوف اللي هي اللي هي 3. أخش بعد كده الملايين، مين في الملايين؟ الواحد أحاد الملايين، عشرات الملايين 1 كمان، مئات الملايين اللي هي اللي هي 8. 2 اقرأ الأعداد الآتية واكمل كمان المثال. اداك مثال أهو، قسمهم. هنا وحدات، ألوف، ملايين. الموجود في الملايين أهو ال100، الألوف الرقم التاني ده،
وبعد كده كانت الارقام العاديين. تعال نقسم كده 3 مع بعض 3 مع بعض 3 واحد مع نفسي. الموجود في الملايين اللي هو 9. الالوف هو يبقى هنا 9 ملايين و453,624. اللي بعدها نقسم 3 مع بعض 3 مع بعض 3 مع بعض. الموجود في الملايين يبقى 417. ماشي، 417 مليونا و936,204. تعال نقسم وحدات ألوف ملايين مليارات. مين في المليارات؟ التلاتة. مين في الملايين؟ 679,504,213. أبص هنا كلمة مليون، قلنا لما أقول مليون أعمل كام كومة؟ برافو عليك، هعمل كومتين. هنا بالنسبة لنا أبتدي الرقم بتاعنا. أدي الملايين، أدي 27 مليون. طيب الألوف، الملايين مش مشكلة، إن أكبر حاجة كان رقم، كان رقمين، كانوا 3 مفيش مشكلة. الألوف لازم يكون عندك الألوف والوحدات لازم يكون عندهم كل واحدة عندها كام رقم؟ 3. الألوف عندنا 253. أدي عندها 3 خلاص مفيش مشكلة. دي 90 أحط 90 هنا. لازم يكون عندها رقم إيه؟ رقم تالت. فالرقم التالت هنا يحط الصفر على الشمال، يبقى هنا إيه؟ 27,253,090. 5 ملايين هعمل كومتين، أدي كومة، أدي التانية. 5 في الملايين أحط 5 في الملايين. 570,000 في الكومة التانية. بعد كده 6. فأبص هنا ألاقي ناقص صفرين. الألوف عندها 3 والملايين مش شرط عندها 1 أو 2 أو 3 مش هيفرق. 3 صل. أنا أقسم كده 3 1 يبقى 5 إيه؟ 5 ملايين 632,097. طيب فين 5 ملايين فين؟ أهي أوصلها بتالت واحدة. أقسم وحدات ألوف ملايين، والملايين عندي 78 مليونا و924,531. فين هي؟ برافو عليك اللي قال لي الأخير، ممتاز جدا. اللي بعدها وحدات ألوف ملايين مليارات، يبقى 5 مليار 623,230,589. فين هي؟ برافو عليك اللي قال لي أول واحدة، ممتاز. اللي بعدها وحدات ألوف ملايين 278,492,135. ممتاز جدا اللي مركز معايا. 4. اكتب القيمة المكانية للرقم الذي تحتها الخط. تعال نبص مع بعض هنا. عندي ايه؟ رقم ايه؟ رقم ألف. الرقم تحتيه خط، احنا قلنا دول ايه؟ دول ايه؟ الوحدات، بعدها الألوف. دي الخمسة موجودة ايه؟ هقول أحاد الألوف، عشرات الألوف. هقول هنا ايه؟ عشرات، هكتب عشرات الألوف. تعال بص تاني هنا، هنقسم الأول مع بعض. دول وحدات، دول ألوف، يبقى دي في الملايين. دي أول واحد في الملايين، بقول له إيه؟ أحاد الملايين. ممتاز جدا، ركز معايا، أحاد الملايين. دول وحدات، دول ألوف، موجودة في إيه؟ في أول حاجة في الألوف، يبقى بقول له إيه؟ أحاد الألوف. ممتاز. دول في الوحدات، أحاد عشرات، بعدها مين؟ برافو عليك، أو مئات. بعدها دول وحدات، دول ألوف، يبقى أحاد الألوف دي موجودة فين؟ عشرات الألوف، أقول له عشرات الألوف. ممتاز. اللي بعدها دول وحدات، دول ألوف، دول ملايين، دي مليارات، يبقى أقول له إيه؟ المليارات. أقول له إيه؟ أحاد المليارات، أحاد المليارات، أحاد المليارات. يلا، وحدات، ألوف، بعد ألوف ملايين، يبقى هنا إيه؟ أحاد عشرات مئات، يبقى أقول له مئات الملايين، مئات الملايين. اللي بعدها دول وحدات، بعدها مين؟ ألوف، يبقى أقول له إيه؟ أحاد الألوف، عشرات الألوف، اللي موجودة فين؟ في مئات، في مئات مين؟ مئات الألوف. اللي بعدها دول وحدات، دول ألوف، يبقى أقول له إيه؟ أحاد الألوف، بعدها عشرات الألوف. ممتاز، عشرات الألوف. يلا
ادي عندنا ايه؟ الوحدات، الالوف، ملايين. احاد الملايين يبقى ايه؟ عشرات الملايين، عشرات الملايين. عندنا عشرات الملايين. دول وحدات، دول الوف، دول ملايين. احاد الملايين بعدها عشرات الملايين. برافو عليك، عشرات الملايين. اكتب كلمه الرقم الذي تحتها خط. تعال نبص مع بعض، يلا بسم الله. ادي عندنا الخمسه، بحط الخمسه وعد الارقام اللي قدامها. كم رقم قدامها؟ 1 2 3 4. فاقول له ايه؟ 1 2 3 4. يبقى هنا ايه؟ 50,000. يلا انزل الثمانيه وعد الارقام اللي قدامها. كم رقم؟ يلا 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. كل ثلاثه بعمل كوما. يلا هنا دول ايه؟ الخمسه، بنزل خمسه. كم رقم قدامها؟ 3. 1 2 3 يبقى 5000. الأربعة هنا بنزل 4. كم رقم قدام الأربعة؟ ممتاز، 2، فبحط صفرين. هنا قيمة الرقم صفر في أي مكان، صفر هو صفر ما بيتغيرش. التسعة بنزل التسعة. قدامك كم رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. قول لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كل ثلاثة حضرتك تعمل إيه؟ بعمل كوما. كل ثلاثة بعمل كوما. يبقى 3 كوما، ادي 3 كوما هنا اهو، وادي ايه؟ 3 دول مع بعض وبعد كده كوما تاني. اللي بعدها ادي السبعه، بنزل السبعه. عد معايا كده. ادي عندي 1 2 3 4 5 6 7. فاقول 1 2 3 4 5 6 7. بعد من جهه اليمين. 1 2 3 اعمل كوما. 1 2 3 بعمل كوما. يبقى الرقم ده 70 مليون. اللي بعدها السبعه، انزل السبعه. كم رقم قدام السبعة؟ 3، فاحط 3 1 2 3 يبقى 7000. اللي بعدها انزل التسعة. عد كم رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7. فاقول له 1 2 3 4 5 6 7. كل 3 بعمل كوما زي ما اتفقنا يبقى 90 مليون. يلا بعدها يا جميل انزل السبعة. كم رقم قدامها؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى هنا ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 كوما، 3 بعدها كوما ايه؟ كوما كمان. يبقى هنا ايه؟ 700 مليون. طيب انزل الستة. كم رقم قدامها؟ 1 2 3 4. 1 2 3 4. هم ايه؟ 4 زي ما حضرتك ايه؟ شايف. 6 في الصيغة العددية اللي احنا شايفينها قدامنا هنا 234,568. الرقم الذي يقع في خانة، أول حاجة يقع في خانة العشرات. مين في العشرات؟ أقول له أحاد عشرات اللي هو 6. مئات الألوف دول الألوف. أقول له أحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. يبقى عاوز مئات الألوف اللي هو مين؟ اللي هو 2. أحاد الألوف اللي هو مين؟ برافو، اللي هو 4. ممتاز. يلا السؤال اللي بعد منه. حاول الرقم الذي يمثل القيمة المكانية في العدد كما بالمثال. رقم 1 الألوف. مين موجود في الألوف أو أحد الألوف؟ اللي هو مين؟ اللي هو برافو عليك، اللي هو 5. ممتاز. المليارات دول ألوف، دول وحدات، دول ألوف، دول مين؟ الملايين. يبقى المليارات اللي هو مين؟ اللي هو 3. مئات الملايين يبقى دول وحدات، دول ألوف، يبقى أنا شغال في مين؟ في الملايين. مئات الملايين يبقى أقول له أحاد عشرات مئات. مين في المئات؟ اللي هو 0. برافو. عشرات الألوف دول وحدات، دول إيه؟ ألوف. مين في عشرات الألوف؟ دي أحاد عشرات، يبقى مين؟ التسعة. ممتاز. الملايين دول وحدات، دول ألوف، أدي الملايين، يعني قصده الملايين يعني أحد الملايين. مين في أحد الملايين؟ الواحد. ممتاز. عندي الأرقام دول عاوز أكبر عدد، فأكبر حاجة ببتدي مين؟ ببتدي التسعة. اللي بعد منه اللي أقل من التسعة الخمسة، اللي أقل من خمسة الأربعة، اللي أقل من أربعة التلاتة، اللي أقل من التلاتة إيه؟ 2. كل 3 بعمل كوما. طب أصغر حاجة أعكسه بقى، يبقى هنا إيه؟ 2 3 4 5 9 كده أهي. ده أصغر حاجة. يلا كمان أكبر عدد أبتدي مين؟ التسعة، بعدها السبعة، بعدها 5 3، بعدها مين؟ الصفر. بعمل بعد 3 كوما. الأصغر مش هبتدي بالصفر، الصفر في الشمال مش هكتبه. أبتدي مين؟ 3،
بعدها صفر، بعدين 5، بعدين 7، بعدين كده ايه 9. يبقى هنا الارقام بتاعتنا اقول له ايه 9 ايه 9. يبقى الرقم بتاعنا 95432. يبقى الرقم بتاعنا 95432. أصغر عدد 23459. الرقم ده 97530. ده 30579. تعال نخش على الرقم بعديه. عاوز أكبر حاجة، من أكبر حاجة هنا السبعة، بعدها الخمسة، 3، 2، 1، 0. كل 3 بعمل كوما اللي هو مين؟ 753,210. أعكس، قلنا نبتدي بالصفر، أبتدي مين؟ 1، 0، 2، ممتاز، بعدها 3، 5، 7. يبقى إيه؟ 102,357. طب هنا يلا أكبر حاجة مين؟ التسعة، بعدها 8، 7، 6، ممتاز، 5، 3، 1. برافو عليك. هذا كل 3 بعمل كوما، كل 3 بعمل كوما. يبقى 9,876,531. أعكس، أبتدي بأقل حاجة الواحد، التلاتة، 5، 6، 7، 8، 9. كل 3 أرقام بكتبهم مع بعض يبقى 1,356,789. أسئلة امتحانات الإدارات نبص على هنا. اختر الإجابة الصحيحة من بين إجابات المعطاة. أول رقم هنا إيه؟ الرقم الموجود في خانة مئات الألوف في العدد ده. إحنا قلنا إيه؟ قلنا إيه؟ وحدات ألوف. هو عاوز مئات الألوف، أقول له إيه؟ أحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، اللي هو مين؟ اللي هو 6. برافو عليك. يلا القيمة المكانية لرقم 3. طيب في العدد ده، طب أبص على التلاتة، فين التلاتة؟ أهي نقسم وحدات ألوف، موجود في الملايين. فين في الملايين؟ يبقى أحاد الملايين، أو أحاد الملايين. المليار مهم جدا تحفظ الرقم ده. المليار هو أصغر عدد مكون من، عندنا كام؟ 10 أرقام. طب شكل المليار خد بالك أهو، أنا عندك واحد، أنا عندي 1، 2، 3، 1، 2، 3، 1، 2، 3. بص كده، ده المليار، واحد قدامه 9 أصفار. خد بالك برضو المليون ما تغلطش، ما احنا عارفين المليون اهو، 1، 2، 3، 4، 5، 6. المليون قدامه ايه؟ قدامه 6 اصفار. يبقى المليار قدامه 9 اصفار وهو العاشر. والمليون هنا مكون من 7 ارقام. يبقى هسألك هنا سؤال، اصغر عدد مكون من 7 ارقام هو المليون. برافو عليك. يبقى ايه؟ اصغر عدد مكون من 7 ارقام هو المليون، واصغر عدد مكون من 7 ايه 10 ارقام اللي هو مين؟ المليار. حلو جدا. طب تعال نخش على السؤال بعديه. قيمة الرقم 7، واروح كاتب السبعة. قيمة الرقم حطه بالأصفار. عندي كام رقم قدامي؟ قدام السبعة 3، واحط 3، 1، 2، 3. يبقى عندي ايه؟ 7000. 5، قيمة الرقم 2 في خانة عشرات الملايين، ادي 2. عشرات يبقى احط صفر. المليون قدامه كام صفر؟ قلنا قدامه 6. يبقى اقول له 1، 2، 3، 4، 5، 6. فين هو ده؟ اهو موجود عندنا قدامه. إذا كان عدد سكان إحدى الدول اللي هو ده، عندنا إيه؟ قلنا وحدات ألوف ملايين. يبقى عندنا إيه؟ 65,724,033. فإن القيمة المكانية للعدد 6. 6 ده إحنا قلنا إيه؟ وحدات ألوف ملايين. يبقى أقول له أحاد الملايين، يبقى هنا إيه؟ عشرات الملايين. يلا أكمل السؤال التاني. الرقم ده هنا قسم وحدات ألوف ملايين. مين موجود في الملايين؟ السبعة. برافو. بعدها اللي في الألوف اللي هي 412. بعدها ايه؟ 563. بعدها يلا قيمة الرقم 3 في العدد ده. تعال نبص هنا، التلاتة قيمة الرقم يبقى احطه بايه؟ بالاصفار. انزل 3، ادي كام صفر؟ 1، 2، 3، 4. 1، 2، 3، 4 اللي هو مين؟ 30,000. اكبر عدد يتكون من الارقام دي، اكبر عدد بنزل مين؟ بنزل الثمانية اللي بعدها. برافو عليك. 6، 5، 1، 0. ماشي.
الرقم الموجود في خانة المليارات يبقى قلنا ايه؟ وحدات، ألوف، ملايين. مين في المليارات؟ اللي هو 8. أصغر عدد يمكن تكون من الأرقام دول. أبتدي بالصفر قلنا؟ لأ، أبتدي بالاتنين، بعدها الصفر، بعد الصفر 4، بعد الأربعة ممتاز 6، بعد الستة 8، بعدها 9. يبقى الرقم بتاعنا 204,609 إيه؟ بس. بين 204,609 القيمة المكانية للرقم مين؟ الرقم 5 في العدد ده. 5 هنا قيمة مكانية ولا وحدات ألوف. طب مين في الألوف هنا؟ الرقم ده اللي هو إيه؟ أو الأحاد الألوف. يبقى الخمسة موجودة في مين؟ في الأحاد الألوف. قيمة الرقم صفر، الصفر في أي مكان هو إيه؟ هو صفر من غير أي حاجة. قيمة الرقم ما بتغيرش بتاعته. ده المطالب منك كولي أمر إيه؟ تعرف لابنك في الدرس الأولاني، وربنا يفرحك ويقويك دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.